habaib itu apa pekerjaannya, dzurriyyah Nabi itu apa kebiasaannya. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan wahahiyya a'malun khalat an syawaibi ilmun wa akhlaqun wa kasratu awradi. Itu yang dilakukan para ulama, para muhibbin, para habaib. Pekerjaannya tidak lain dan tidak bukan, tidak ada hal-hal yang keruh, tidak ada datang tiba punya masalah berat, datang kepada habaib, dia akan mencarikan solusi. بأن الله بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين هم شيعا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ندعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون قبل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون قبل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم عبد الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله أي موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه يا الله يا الله يا
Allah ya 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 Allah صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. وثلاثة من سورة الإخلاص المعوذة لمن كان ذكر المحرم برحمة الحي القيوم حبيبنا على حبيب أحمد فارد بن محمد بن حامد بالشيخ بكر بن سيف ثم إلى رسول أستاذنا الداعي إلى الله الحبيب محمد بن أحمد بن حسن فعلكم اجتمعنا هنا بالسابه ما أن الله يغفر لهما ويرحم برحمته والدينا إليهما خاصة جميع أموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. khairil awliya salatan daimatan bilantiha bagiatan malang gidha. Allahumma inna nahmaduka ala ma hadaitana lahu minal islam wa 'allamtana lahu minal ahkam hatta ja'altana mimman yahtadi bihadika wa yadinu bidinik wa yattabi'u sunnata nabiyyik wa yudminu tilawata wahyika wa yatasharrafu bikarimi hitabik wa yutali'u hikama kitabika alladhi anzaltahu ala sayyidina Muhammadin khatami anbiya'ik al-mu'tamani ala ambaik waj'altahu syafi'an lil mu'minin wa hudan lil alamin rahmatan lil musaddiqin wa ismatan lil muqinin. Allahumma ja'alna mimman yu'minu bi wa'dihi wa wa'idihi
ويتلذذ بعادته وترديده ويقرأ بترتيله وتجويده ولا يتعدى حدا من حدوده ويعتصم فيه من الشيطان وجنوده ويبلغ بمرضاك إلى مقصوده. اللهم تجاوز عنا ما قصرنا فيه من تلاوة ما رتلناها وقراءة ما تعملناها وحمد الله على غير طهارة عملناها وأعمال ندبتنا إلى العمل بها فيه وما عملناها. واغفر اللهم لنا بحرمة كل شيء ارتكبناها وأسررناها وأعلناها وتجاوز عنا بحقيقة الخطيئة أخطأناها. اللهم اجعلنا ممن شهد به فكان له حجة ولا تجعلنا ممن شقي به فعميت عليه المحجة. اللهم ما تفضل به علينا في هذه الساعة التي جمعتنا بها قدرتك وألفتنا بها مشيئتك على تلاوة وحيك وقراءة كتابك من دعوة صالحة استجبتها وقراءة تقبلتها وبركة أنزلتها أو مغفرة أنعمت بها ورحمة تفضلت بها. فنسألك اللهم أن تجعل ذلك تؤبة منا وهدية عنا صلة منا إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح المهاجر الله الحبيب أحمد بن عيسى بن البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بالي وأصول إمام وفرهم ثم إلى أرواح المقدم الثاني أبو الرحمن سقف أولاده سلطات والمنتسبين إليهم العاقدين عنهم ثم إلى أرواح الحبيب علي بن أبي بكر السكران وأخي عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى أرواح الحبيب الإدروس الأكبر ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن الأكبر ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر بن سالم ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس عاري بارات ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى أرواح أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها بارئة منهم الحبيب حامد بن علي الحداد وأخي الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى صاحب التربة الحبيب علوي بن شيخ سكاب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسان الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن عامر الكاب ثم إلى الحبيب علوي بن أحمد بن ثم إلى صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ وأصوله وفروهم ثم إلى عبد الله بن عيدروس بن شهاب ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى الحبيب شريف علي بن أبي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب محمد بن حسين شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عامر الكاب بن الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن حامد ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن حامد ثم إلى روح الحبيب محمد بن حميد بن شيخ أبي بكر بن سالم وزوجته ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن فدعاك وزوجته ثم إلى روح من اجتمعنا هنا في سبابهما المرحوم إلى رحمة الحي القيوم الحبيب أحمد فريد بن محمد بن أحمد بن حامد بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الداعي إلى الله الحبيب المرحوم إلى رحمة الحي القيوم الحبيب محمد بن أحمد بن حسن فدعاك وهديتنا لترهم عليهما اللهم أدخل عليهما رحمة من عندك توسع بها مداخلهما وتنير بها منازلهما وتبلغ بها من رضاك أكمله وتنير بها من ثوابك أجزله واغفر اللهم لنا ولهما اللهم إنهما أمسيا فقراء إليك نازلين ببنائك نازلين ببنائك متعلقين بحبل رجائك منقطعان يا استغفر الله العظيم
نازلان ببنائك متعلقان بحبل رجائك منقطعان عن أهلهما وأحبابهما مبارقان لإخوانهما وأترابهما ملتحفان بأثواب ترابهما راجين لما يحق لهما من ثوابهما مشفقان مما يحق عليهما من عقابهما قد سمح بهما إليك الأشهاء وجاد بهما العظناء وتخلى عنهما الأقلاء وبرقهما الأحباء وتبرأ منهما الأولياء وأنت أرحم بهما من أحبابهما وأحن عليهما من أوليائهما وأعتب عليهما من أخلائهما وأرفق بهما من آبائهما وأبنائهما اللهم فارحمهما رحمة تهديها إليهما واغفر لهما مغفرة تمن بها عليهما واجعل قراءتنا نورا لهما يسعى بين أيديهما اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا لهما يوم الفزع وعونا لهما على هول المطلع وزرفا لهما إليك عند المنتجع يوم يأتيان وهدانا فرادا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينهما وبينهم أمدا بعيدا واهلبهم اللهم في أهلهما وأهل مودتهما بخلف صالحين تجمع بهما شتاتهم وتديم على الصلاح بهما ثباتهم وترحم بهما أحياءهم وأمواتهم وتجبر بهما ما صدع من قلوبهم بفقدهما وتطفئ بهما ما اشترم من أحشائهم بوجدهما وتعصمهم بالصبر الجميل من بعدهما اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتشفع إليك بأوجه الشفعاء لديك وأعظم من أقسم بحقه عليك بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وآل بيته الذين أذهبت عنهم رجسا وطهرتهم تطهيرا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا سحا تبقا عاما دائما اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم كافة الحاضرين في هذا المقام مزايا إحسانك واقسم لنا ولهم نصيبا من لطائف امتنانك وتغمدنا وإياهم بعفوك وغفرانك ومن علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين بمغفرتك ورضوانك واجعلنا يا ربي من المفلحين المنجحين الفائزين الباغين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسلم عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم اللهم يسألك الله هديهم يا سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله على كل حال.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah takziah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama melaksanakan takziah atas kewafatan dua orang yang insya Allah dicintai dan diridhai Allah, yang mana kehidupan mereka pun selalu bersama, tinggal pun berdekatan, aktivitas mereka pun selalu dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan takdir Allah wafat di hari yang sama. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairal jaza, pada segenap para habaib, para asatidz, ikhwan sekalian, wabil khusus pada keluarga besar Habib Ahmad bin Abdurrahman Al bin Hamid yang telah memberikan tempat ini, membukakan tempat untuk kita berkumpul bersama melaksanakan takziah. Takziah yang kita laksanakan di tempat hari ini adalah hari yang ketiga. Kemarin juga kita lakukan di tempat ini hari yang kedua, dan untuk hari yang pertama kami laksanakan di dua tempat. Pertama di Majelis Kampung Al-Munawwar Badal Asar, kemudian kebetulan kami memang ada acara rutinan bulanan Alumni Al-Khairat, Majelis Dalail Khairat, pembacaan Qasidah Burdah dan Dalail Khairat setiap bulan di malam Selasa awal bulan, berputar dari rumah habaib ke rumah habaib, mengambil berkah rumah para aulia yang terjadwal kebetulan di rumah di Makom Dato Akil. Jadi malam pertama kami adakan di sana di Makom Dato Akil. Alhamdulillah kemarin sore di ini tempat, dan hari ini kita kembali kumpul di tempat ini. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah kami mewakili Abuya Habib Hamidun Nagim bin Muhammad bin Syabakar bin Salim, mewakili keluarga besar Al Habib Ahmad bin Hasan Fad'at dan keluarga besar Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, juga mewakili segenap alumni Pondok Pesantren Bekasi Al Khairat yang ada di Palembang, mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih atas kehadiran antum sekalian. Ikhwan rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah yuqaddir, an-nas yufakkir, Allah yuqaddir. Kita cuma bisa berusaha, kita bisa berdoa, kita bisa berbuat ini dan itu, tapi ketentuan Allah berlaku. Atas musibah ini tentu kita semua merasakan suatu duka cita yang cukup dalam. Tentu yang paling merasakan duka cita ini guru kita Al Habib Hamidun Nagib bin Syabakar bin Salim. Bisa kita bayangkan, dua orang yang selalu mendampingi beliau di Al Khairat, di dalam gerakan dakwah juga, terutama Al Habib Al-Am Hamid Farid yang selalu mendampingi beliau, terutama setelah wafat kakak beliau Al Habib Naufal, dijadikan, disepuhkan di Al Khairat, disepuhkan, dituakan, jadi tempatkan dan menjadi sumber musyawarahnya beliau. Sakit cukup lama, dan mungkin kita sudah mendengar berita sakitnya beliau, mungkin sudah berbulan-bulan, diikhtiarkan keluar masuk rumah sakit, sampai akhirnya beliau pun dibawa ke luar negeri untuk berobat. Namun ketetapan Allah menentukan beliau akhirnya berpulang ke rahmatullah. Dalam hal ini kami mewakili keluarga besar Abu Habib Nagib meminta maaf kepada habaib hadirin sekalian, karena Habib Farid wong Palembang, mungkin bergaul sama antum begitu luas, dan beliau orang yang suka bercanda. Barangkali ada khilaf dan kesalahan semasa beliau berjumpa antum, kumpul dengan antum, minta dimaafkan dan diridhai. Kemudian suatu yang sangat kehilangan yang terasa bagi kami murid-murid Al Habib Muhammad bin Ahmad Fad'at adalah kehilangan beliau. Al Khairat terutama merasa kehilangan, bahkan kita semua umat Islam merasakan kehilangan atas sosok yang agung, seorang da'i muda yang tegas, yang berilmu luas, yang menyebarkan thariqah salafnya, yang mempertahankan thariqah salafnya, yang mengatakan hak adalah hak, dan beliau termasuk orang yang tidak pernah merasa takut untuk mengatakan hak adalah hak, yang berdakwah begitu semangat mengumpulkan terutama para pemuda. Beliau keliling di sekitar Bekasi berdakwah, di antara majelis yang cukup besar yang beliau miliki di tempat beliau sendiri di rumah abahnya almarhum Abu Ahmad. Setiap Ahad subuh badal isyraq kurang lebih sampai mendekati jam 8
itu ratusan pemuda dari sekitar Bekasi datang berkumpul menimba ilmu dari beliau. Habib Muhammad bin Ahmad Fadaat, beliau besar dalam asuhan orang tua beliau dan juga guru-guru beliau. Beliau cukup lama tinggal di kota Solo dan beliau pun mengenyam pendidikan di Darul Lughah wa Da'wah, termasuk murid awail daripada Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Selesai mengenyam pendidikan di Dalwa, beliau pun dengan izin Allah melanjutkan pendidikan ke kota Madinah di bawah didikan Al-Murabbi Al-Allamah Al-Abid Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit hafizahullah ta'ala Allah betul hayati. Cukup lama beliau duduk di sana. Beliau mengambil ilmu keberkahan dari para habaib yang juga saat itu ada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri yang mendampingi Habib Zain. Beliau pun mengambil banyak dari Habib Salim Syatri. Sampai pada waktunya beliau pun pulang kembali ke Bekasi, duduk istiqomah membantu perjuangan abahnya dalam berdakwah dan juga dalam sosial kemasyarakatan, membantu para duafa, membantu pembangunan-pembangunan untuk kemaslahatan umat Islam, dan yang terbesar membantu perkembangan dakwah di kota Bekasi pada umumnya, al khairat pada khususnya. Sampai pada akhirnya beliau pun alhamdulillah mendengarkan apa yang dilakukan oleh Habib Nagib selama bertahun-tahun. Beliau diserahkan untuk memegang pondok pesantren Putri Al Khairat sampai pada akhir hayatnya didampingi oleh istri beliau yang tercinta, seorang syarifah yang asli dari Palembang, masih cicit daripada sahibul hal yang insya Allah kita akan hadiri, yaitu Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Jadi Habib Muhammad ini memang ada hubungan erat dengan kita Palembang. Di samping memang kita banyak murid beliau di sini, dan beliau pun punya istri keturunan dari Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, anaknya Abdurrahman. Dan insya Allah pas dengan izin Allah, Khalil Habib Ahmad nanti hari Ahad adalah hari ke-7-nya beliau. Jadi sekaligus insya Allah menuju Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fadaat juga Al-Am Habib Hamid Farid akan diikut sertakan dalam Hall Al-Arif Billah Al-Gutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab insya Allah ta'ala. Beliau Habib Muhammad seorang da'i syabab yang energik. Di samping beliau berdakwah dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, beliau juga aktif dalam medsos dakwah beliau. Dan juga beliau seorang mu'alif, mengarang buku-buku. Di antara terakhir kitab yang beliau sempat kita bagikan, kitab yang berjudul Nabiuna Muhammad, berisi tentang sejarah kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, yang insya Allah mungkin kami belum sempat menyiapkan buku ini saat ini. Mungkin nanti akan kami susulkan, mungkin kepada para habaib sebagian bisa kami bagikan karena jumlah terbatas insya Allah. Ini karangan beliau dalam bahasa Indonesia, dan beliau juga termasuk orang yang kritis untuk mengkritik apa-apa kebijakan pemerintah yang salah atau menyimpang, atau ada yang mungkin kejadian di kalangan umat yang terjadi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Beliau dengan lantang, dengan tegas akan menyampaikan itu, seperti yang kita pernah dapatkan waktu beliau mengisi hall di Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Waktu hall beliau menyampaikan tentang prihatinan. Beliau hanya mewakili sebetulnya, bukan pendapat pribadi beliau, karena begitu banyaknya perempuan-perempuan yang pergi jauh untuk menghadiri hall, menghadiri maulid, yang dulu itu tidak pernah terjadi. Bahkan mereka meninggalkan istri-istri mereka, suami-suami mereka beberapa hari hanya untuk menghadiri hall di kota fulan, bahkan sampai nyebrang ke negeri jiran, yang mana ini bukanlah sesuatu yang thayyib sebetulnya. Dan ini bukan pandangan pribadi beliau, tapi pandangan kebanyakan para ulama. Di antara juga yang beliau pernah sampaikan, dan ini kami ulangi lagi karena ini memang sesuatu yang penting. Kadang-kadang kita saksikan ada di antara para ulama atau asatidz ini, kita diikutkan dalam acara-acara yang mana di situ, misal acara maulid. Setelah acara maulid, Bahlul Qiyam selesai langsung nyanyi Indonesia Raya. Ini tidak jadi masalah, tapi ketika dilakukan dalam masjid, nah itu yang masalah. Nah ini beliau pernah mengkritik juga masalah itu. Ya, sebetulnya lagu wajib ya biarlah di luar majelis. Dalam majelis cukuplah dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau itu bukan di masjid, mungkin labas, masih kita bisa toleran dan bukan sesuatu yang buruk. Tapi ketika dalam masjid, lagu adalah lagu, kita diharamkan untuk menyanyikan lagu di dalam masjid. Ini beberapa poin yang sempat kami dapatkan. Dan beliau sangat mengharapkan kita semua untuk, terutama para alumni yang hadir di sini juga, meneruskan perjuangan-perjuangan orang tua beliau dulu, dan beliau telah lakukan itu. Habib Ahmad bin Hasan Fadaat wafat, orang-orang yang berhajat kepada abahnya dulu kebanyakan kembali kepada beliau.
dan beliau pun walaupun tidak seperti abah beliau melakukan semampu beliau meneruskan usaha dakwah lewat pembangunan bangunan peribadatan, sekolah dan fasilitas keagamaan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, memanjangkan umur beliau, yang beliau ini mudah sekali kalau bisa dibilang umur baru 55 tahun kurang lebih habaib meninggal dunia. Dan kita harapkan mudah-mudahan dua orang yang lepas kembali ke rahmatullah yang dari kota Bekasi ini ini Allah gantikan dengan para asatiz, para dai yang bersemangat, dan insyaallah kekosongan-kosongan dan kepada tempat-tempat yang mulia yang diisi oleh mereka diisi pula oleh orang-orang yang soleh selanjutnya insyaallah taala. Mungkin ini saja para habaib yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah kita terus melanjutkan dakwah beliau dan terus mendoakan beliau, dan kita juga doakan para syibaan, para habaib, para asatiz kita, terus khusus guru kita mulia Al-Habib Hamid Nagib bin Muhammad Musyafiq Misal yang mungkin termasuk yang paling berduka saat ini. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur dalam sehat wal afiah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus para guru-guru kita memberikan bimbingan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak para habaib asatiz atas kehadirannya. Kurang lebih kami minta maaf, ini bisa kami lakukan. Syukran, jazakumullah khair, jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ya Turi. Kopi. Kopinya mentuk sekalian. Tak tolong alumnya ada yang naik. Habaib itu apa pekerjaannya? Duriyah Nabi itu apa kebiasaannya? Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan wahahiyya a'malun khalat an syawaibi ilmun wa akhlaqun wa kasratu awradi. Itu yang dilakukan para ulama, para muhibbin, para habaib. Pekerjaannya tidak lain dan tidak bukan, tidak ada hal-hal yang keruh, tidak ada. Datang kita punya masalah berat, datang kepada para habaib, dia akan dicarikan solusinya, dimudahkan, minimal mendapatkan doa atau bersentuhan, bahkan mencium tangannya dan sebagainya. Itu akan sebagian bisa meringankan beban yang ada pada kita semua. Orang-orang yang baik, yang dermawan, kalau mati orang sedih, didoakan. Itu gambaran daripada kita hidup itu waktunya singkat, kemudian ceritanya panjang setelah itu, kemudian kita berbuat apa untuk agama ini, untuk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan hanya 5 orang ini yang boleh, yang layak ditangisi. Mati 5 orang ini yang boleh ditangisi. Yang pertama orang alim, yang amil, yang bermanfaat hidupnya, mengajar. 1. Yang kedua orang soleh, tidak berilmu tapi dia soleh, tapi dia patuh, dia tidak melanggar perintah Allah, tidak jauh dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah orang yang imamul adil, imam, penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim, itu akan dikenang dan layak untuk ditangisi. Yang keempat adalah orang yang dermawan. Yang kelima adalah orang-orang yang pemberani membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fahasbuka khamsatun tabki alaihim. Cukup yang 5 saja kalian tangisi. Wa mautul ghair, matinya orang selain itu yang 5, takhfifun wa rahmah, hanya meringankan, rahmah, senang saja.
amanat dulu Habib Zain, katanya jangan pernah mengajar sebelum mutolaah. Tapi ini harus mutolaah dulu ya. Ada nggak orang mukmin pelit? Hah? Ada? Banyak. Ya, banyak orang mukmin. Ya, orang mukmin pelit, banyak orang mukmin. Ya. Jadi waktu ditanya Rasulullah SAW, itu sifat yang buruk. Sifat buruk ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayakunul mu'minu bakhilan. Mungkin nggak seorang mukmin itu pelit? Rasulullah, na'am. Qad yakun. Artinya mungkin ada orang mukmin itu yang pelit. Baru yang terakhir ditanya lagi, ayakunul mu'minu kadzaban? La. Rasulullah mengatakan tidak. Siapa orang-orang yang berbuat kebaikan maka akan dikenang kebaikannya. Orang-orang yang menyebarkan ilmunya dia akan dikenang ilmunya. Orang-orang yang dermawan juga akan disebut kedermawanannya dan seterusnya. Tapi orang-orang yang tidak berbuat baik apa-apa ya tidak ada bekasnya. Syiarkan terus agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita semua mendapatkan bagian mengambil daripada royah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita rebut lagi itu. Kita tinggikan royah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harapan tadi yang disampaikan, bahwa kita ada di gerbongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safinatun najah, perahu kesempurnaan, perahu keselamatan di akhir zaman adalah perahunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di perahu yang di dalam perahu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perahu itu ada Imam Ali, di perahu itu ada Imam Hussein, di perahu itu ada Imam Hasan, di perahu itu ada semua ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya ada Al-Habib Abdullah Haddad, Habib Umar Al-Attas. Mudah-mudahan kita tidak melenceng daripada apa yang diajarkan oleh mereka semua, sehingga kita meraih insyaallah husnul khatimah. Subhanallah, alhamdulillah.